ضغطة القبر يصاب بها أكثر الناس. في مضمون الخبر الراوي يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: يا ابن رسول الله، هل يفلت من ضغطة القبر أو هل ينجو من ضغطة القبر أحد؟ الإمام يجاوبه يقول: نعوذ بالله منها، ما أقل من ينجو من ضغطة القبر. طبعا هذه لها أسباب، من أسبابها سوء خلق الرجل مع أهله، مع زوجته في البيت. شايفين أكو بعض الناس في المجتمع، في الديوانية وفي السوق وفي المسجد، تشوفه على مستوى عالي من الأخلاق، لكن من يدخل إلى بيته يصير مع زوجته أخلاقه تكون سيئة. في مضمون خبر النبي صلى الله عليه وآله خرج في تشييع جنازة سعد بن معاذ، واحد من الصحابة الأجلاء، ومشى النبي خلف جنازته حافيا بغير رداء، بغير حذاء وبغير رداء. لكن لما دفن سعد بن معاذ أمه كانت واقفة، قالت: يا سعد، هنيئا لك الجنة. التفت النبي إليها قال: يا أم سعد، لا تجزمي على الله، إن سعدا أصيب بضغطة القبر. طبعا بعض الصحابة تعجبوا، قالوا له: يا رسول الله، تمشي خلف جنازته بلا رداء وبلا حذاء، الآن تخبرنا بأنه أصيب بضغطة القبر؟ قال النبي: نعم، أما أني مشيت خلف جنازته بلا رداء وبلا حذاء لأني رأيت الملائكة تمشي خلف جنازة سعد بهذه الطريقة لإيمانه وتقواه. أما أنه أصيب بضغطة القبر فلأنه كان سيء الخلق مع أهله. ولهذا الإنسان خلي ينتبه، خلي تكون أخلاقه عالية في البيت مع أهله، مع زوجته وعياله. طيب سؤال، الآن واحد يقول: عرفنا أكو في القبر ضغطة يصاب بها الإنسان، ماكو أعمال ممكن واحد يسويها حتى لا يصاب بضغطة القبر؟ نعم، هناك أعمال عديدة، أذكر لكم 3 أعمال باختصار شديد. العمل الأول قراءة سورة النساء في كل جمعة. في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من قرأ سورة النساء في كل جمعة لم تصبه ضغطة القبر. العمل الثاني الذهاب إلى الحج 4 مرات. في مضمون الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: من حج 4 حجج لم تصبه ضغطة القبر أبدا. العمل الثالث والذي فيه بشارة لجميع المؤمنين زيارة الحسين عليه السلام. ورد في الرواية من آثار زيارة الحسين أن الله عز وجل يؤمن زائر الحسين من ضغطة القبر. نسأل الله أن ينجينا جميعا من عذاب القبر ومن ضغطته بمحمد وآله الطاهرين.